القصة بتبدأ بأليكس بتفكر في إيميل عن مدرسة فنون قبل ما تحول مفاجئ يرميها في غابة فوضوية ومرعبة. داني بيصرخ لها عشان تجري وتستخبى مع اقتراب الخطر، وهي بتتخض وبتسأل ليه في قوة مجهولة بتجري وراها. صوت غامض بيقول إنها بتشوف العالم بطريقة مختلفة، والكابوس بيزيد لحد ما بتقطعه صرخة توتر. بتصحى على أستاذها بيشكر مشروعها الفني الحالي، ورغم إنه بيلاحظ إن اللوحة فيها ضلمة واضحة وصادقة، أليكس مش متأكدة إذا كانت الصفة المشؤومة دي إيجابية فعلاً، ومع ذلك بتضحك بتوتر لما بيسألها عن إلهامها الغامض. بعد كده بتحكي لصاحبتها عن أبوها المتسلط، ومتعصبة من اللوحة بتقرر تعيدها كلها من الأول. فجأة طالب اسمه جاستن بيقرب عشان ينبهر بالمنظر الطبيعي المهدد. بيقارن أسلوبها الفريد بلوحة هولندية مشهورة، وبيعزم عليها بحرج تروح تشوف معاه معرض. في نفس الوقت صاحبتها كاري بتسألها عن حضور حفلة في الليلة دي. كاري بتضغط عليها عشان تحضر بالرغم من إن رحلتها الصبح بدري. إذن في الآخر بيتفقوا يتقابلوا بعدين في العصرية دي. تليفونها بيرن تاني، ودي المكالمة التالتة الصبح. ده أبوها داني بيسأل عليها بشكل مهووس قبل سفرها، لكن أليكس بتأكد له إنها هتكلمه لما توصل. مامتها جانين بتدخل في المحادثة عشان تسلم عليها. لما بتقفل، جانين بتسأل داني عن تصرفاته المكثفة ناحية بنتهم. بتتهمه بمزاح بإنه بيصدع أليكس عن تفاصيل الطيارة، مع إن داني بيأكد إنه مجرد أب مسؤول. جانين بتحذره إنه ما يتوقعش يقضي وقت طويل مع أليكس، عشان هي شايفة إن البنت هتدي الأولوية للنوم أو تشوف صحابها القدام. لكن داني بيأمل في عشاء عائلي واحد على الأقل. جانين بتقترح على داني يبطل تمثيل بخصوص رحلات الصيف، ورغم إنه لسه متشكك في أمان الترتيبات، هي بتغير الموضوع وبتسأل عن لقائه مع كيرتس النهاردة، والخوف باين في صوتها من إنه يرجع للخطر. داني بيأكد لها إنه مبسوط بكونه في البيت دلوقتي، وبيوعدها إنه مش هيمضي أي عقد في اللقاء ده. بعد كده كيرتس بيزق عقد مربح فوق الترابيزة، لكن داني بيتردد وبيقول إنه لسه بيتكيف مع التقاعد. كيرتس بيقول له إنه في الواقع دلوقتي زي العش الفاضي، وبيقدم له الشغل الخاص كوسيلة تانية للشغل. بيأكد إن دي فرصة ذهبية عشان يشتغل بحرية، والصفقة بتحلى أكتر لما بيجيب له سيرة تجنيد الفريق القديم. بيلمح إن داني هيكون بيقود رجالة بيثق فيهم ثقة عمياء، لكنه بينصحه ياخد الويك أند عشان يقرر. في العصرية دي أليكس بتدخل أركيد منور بالنيون مع صحابها. فين تايلر صاحب عيد الميلاد بيجي يتعصر عشان يسلم عليهم وهو سكران. كاري معجبة بمظهره رغم مشاكل علاقته الأخيرة، وده اللي بيخلي أليكس تروح تدور على جاستن في مكان تاني. جاستن بيقرب منها، بينكت على عادة تايلر في الشرب المفرط، لكن بينه وبين نفسه بيسأل كاري عن حدوده الرومانسية مع أليكس، قلقان عشان حس إنه بيستقبل إشارات مربكة. جاستن بيلاحظ بلطف إن أليكس بتبان متحفظة مع الناس الجديدة، لكن هي بتتجاهل قلقه بضحكة عشان تخلي الأمور عادية. في نفس الوقت جانين بتوصل البيت تعبانة خالص من شفت فوضوي في المستشفى، وداني بسرعة بيعرض عليها المساعدة عشان ترتاح. بيكشف لها عن خططه إنه يروح بدري يفاجئ أليكس، معترفاً إنه لسه حاسس بالذنب على غيابه في الماضي. داني بعد كده بيجيب سيرة عرض الشغل الخطير من عند كيرتس، لكن بيحس إنه ممزق بين إنه يخلف وعده بالبقاء. في الحفلة جاستن بيسأل أليكس إمتى المفروض تسافر، بيجيب سيرة بحذر إن كاري لمحت له عن ماضيها المؤلم، وبيوعدها إنه هيدافع عن شرفها بعنف لو الأمر تطلب ده. بيصرحوا بمشاعره وبيعرض عليها الدعم العاطفي. فجأة تايلر بيقطع اللحظة الحميمية دي، بيدور على تليفونه الضايع، لكن جاستن بيقوله بحزم إنه يسيبهم سحلهم. جاستن بيوصل أليكس للشارع لما عربيتها بتوصل، بيودعوا بعض بحرارة قبل ما تلف وتمشي. أليكس بتدخل العربية والسواق بيكلمها، والإقفال بتتقفل بصوت عالي وبتتقفل عليها في العربية الضلمة. الصمت المشؤوم بيتقطع لما التليفون بيبدأ يرن، وداني بيرد وبيسمع صوت بيقوله إنه قلنس التواصل. الغريب في التليفون بيقوله بهدوء إن أليكس فاتتها طيارتها، وبيتحدى داني إنه يديله فرصة يكلمها. مرتبك داني بيطلب يعرف مين اللي ماسك بنته، لكن قلبه بيقع لما بيسمع صوت أليكس المرتعش بينادي. فجأة بيتعرف على المتصل إنه ستانلي، راجل كان فاكره مات، لكن ستانلي بيقول بمرارة إنه مات يوم ما داني قتل ابنه الوحيد. داني بيحاول يتفاوض وبيعرض سيلتن يسيب ستانلي في حاله عشان ينقذ أليكس، لكن الأب المنتقم بيوضح له إنه وقت المصالحة فات. ستانلي بيهدده إنه هيذبح كل اللي بيحبهم لو ما تصرفش زي ما هو عايز، سايب له يشرح الواقع المرعب لجانين الخايفة.
بيأكد إن التهديد حقيقي لأنه سمعه وهو بيتكلم مع بنتهم، وبيحذرهم إنه لو ال FBI اتدخلت هيقتلوا أليكس في الحال. داني بيشرح إن الخاطفين عايشين في جزيرة معزولة، وده معناه إنهم هيشوفوا أي سلطات بتقرب على بعد أميال. لما فهم إنه ما عندوش أي حل تاني، داني قلب خرطوشة سلاحه. دانين بتترجاه لأنه مقتنعة إنه رايح لفخ هيموت فيه، لكن داني بيأكد له إنه عمل عمليات إنقاذ لوحده قبل كده ونجح فيها. زي ما كان بيحصل في الماضي، وعد مراته اللي بتبكي إنه هيرجع بنتهم البيت. وبين ما هو الأب اليائس ده بيروح للمواجهة الخطيرة اللي مستنياه، صوت عدو المخيف بيفضل يتردد في عقله اللي شغال بأقصى سرعة، بيعيب عليه إن حياته بتروح منه شوية بشوية، وبيتخيل العنف اللي مستنيه في المكان اللي رايحه، وبيجهز نفسه نفسياً عشان يعمل اللي لازم يتعمل عشان يلاقيها. القصة بتتحول للأوضة الضلمة اللي أليكس محبوسة فيها. صوت باب تقيل بيتسحب وهو بيتفتح لفت انتباهها، وفضلت تبص بتركيز لما واحدة ست دخلت زنزانة الحبس. أليكس بتقول بثقة إن أبوها جاي ينقذها، لكن الست بترد بلا مبالاة وبتنصحها تاكل حاجة بدل الكلام ده. بتقول لأليكس ما تعتمدش على أي محاولات إنقاذ، وبتعترف إنها عارفة بالضبط ستانلي قادر يعمل إيه. ليلي رفضت تفقد الأمل وحاولت تقلب الوضع، وأصرت إن أبوها عنده القدرة إنه ينقذ حتى الست دي. ليلي بتأكد إن المكان ده دلوقتي هو بيتها، وعشان كده أليكس بتجادل إن أبوها يقدر ينقذهم. بعد كده داني قرب من الحراس المسلحين عشان يسلم نفسه، والرجالة قبضوا عليه وهم بيضحكوا على طاعته. ستانلي بيجيله تأكيد إن الفخ نجح، والحراس بيستعدوا عشان ينقلوا سجنهم، لكن داني بيستفزهم لما الطريق بدأ. فجأة هجم على الحراس جوه العربية اللي بتتحرك، واستخدم السلسلة عشان يخنق السواق. في مكان تاني، وين بيبص على ليلي والبيبي، بيسألها إزاي أليكس بتتعامل مع حبسها. ليلي بتكشف إن أليكس لسه عندها أمل في الإنقاذ، لكن وين بيحذرها إن ستانلي هيقتل أي حد يحاول. بتسأل لو الهروب ممكن لعيلتها، لكن وين بيفكرها إن الخروج ممنوع. داني بيحاول يسيطر على الوضع وهو بيدور موتور مركب، لما أليكس صرخت بالألم عشان تشد انتباه حارس قريب. اللحظة اللي دخل فيها هجمت عليه بعنف عشان تهرب. في نفس الوقت مركب بيتوجه بشكل متهور ناحية الشاطئ، وده خلى الرجالة اللي على البر يصرخوا من الخضة. الحراس اتزحموا عشان يأمنوا مكان الهبوط الفوضوي، وده ادى فرصة لأليكس تجري في الغابة الكثيفة من غير ما حد يشوفها. ورغم إن مطارديها بيصرخوا وهم بيضحكوا إنهم جايون، أنجوس بيبلغ في الراديو إن أليكس ضربت بارت وهربت، وده اللي خلى ستانلي يسخر من عدم كفاءة رجالته. ادى الأوامر إنهم يبدأوا مطاردة شرسة ناحية الخليج الصغير عشان يمسكوها تاني. والمتقاعدين بسرعة بيأكدوا إنها رايحة ناحية الشمال وسط الغابة. لكن ستانلي فجأة نادى كل رجالته يرجعوا للمجمع. لما تأكد إن المراسي فاضية، جمع الأسرى وواجههم بورقة سرية لقاها. قراها بصوت عالي رسالة ليلي اللي بتحذر فيها إن أبوها هنا. ولما وين حاول يتدخل، ستانلي ضربه ووقعه. هددوا إنه هيعاقب ليلي بعنف لو عصت الأوامر مرة تانية. بعدين سألهم عشان يعرف لو مخبيين حاجة تانية. ستانلي ضحك على أليكس بخصوص محاولات هروبها قبل ما يؤمر بحبسها. لما ليلي اتبعتت لمكان حجز لوحدها مع وين، ستانلي جاب سيرة أبوه عشان يتلاعب بيه، وعده بمنصب قيادي في المستقبل لو فضل شاب ووفي للقضية. لما وين مشي، ستانلي سرًا ادى تعليمات لأنجوس عن مهمة معينة، وأمر رجالته يفتشوا المجمع كله الليلة. في زنزانتها، أليكس أمرت ببرود إنها تغير هدومها. شوية بعد كده، المجتمع كله اجتمع عند المنصة لاجتماع ستانلي بيتكلم فيه عن رؤيتهم الأصلية لعالم من غير غرب، وبيدعي إن السموم الخارجية سممتهم لدرجة إن الستات ما بقوش يقدروا يولدوا. بيدعي إن ولادة جديدة مؤخراً ادتهم أمل جديد، لكنه بيوصف داني على إنه قاتل محترف قتل ناس منهم. ستانلي طالب إنهم يحاربوا مع بعض عشان يحموا مستقبلهم الواعد، وده دفع الحراس المسلحين إنهم ينتشروا في المراسي والمحيط. الرجالة بينتشروا في المحيط، بيفتشوا في الأكواخ اللي جنبهم عن أي متسللين، لكن ما بيلاقوش غير الموت لما حارس بيتمسك بعنف، حيوان بيصرخ من بعيد بيغطي على التقدم الخفي، والمولد بيتقطع لما الكلام في الراديو بيملى الجو. التوتر بيزيد لما النمل الأبيض بيصرخ وبيخض حارس متوتر، وكلب بيهوهو وبينبه الرجالة لحركة قريبة. الدوريات بتبلغ عن طريق الراديو إن المراسي الشرقية فاضية، لكن صاعقة كهربائية فجأة بتبين إن الفخاخ شغالة جنبهم.
حارس بيصرخ خلاص فاكر إن المنطقة مؤمنة. لما أليكس بتكافح وسط الشجر بتحاول تفضل مستخبية. الحراس بسرعة راحوا يفتشوا عن أصوات مشبوهة جنب حدائق الحيوانات، لكن داني بيضرب من الضلمة وبيخنق الحارس لحد ما يسكت. في اللحظات دي ليلي وشوشت لوين إن أبوها قرب يوصل. داني كسر الصمت في الراديو ونادى عشان يستفز عدوه، وإدى ستانلي فرصة تانية يطلق رهينة. ستانلي رفض العرض وما كانش عارف قد إيه هو في موقف ضعف. وقتها داني دور موتور المركب عشان يعلن عن وصوله العنيف. الأتباع فضلوا يجروا في فوضى لما شافوه داخل عليهم وهو بيعدي فيهم وبيقضي بوحشية على أي حد في طريقه، وسبب انفجار كبير في أوضة المحركات، وبدأت تشتغل صفارة إنذار زودت الدنيا لخبطة. ستانلي بدأ يزعق لرجالته اللي فاضلين عشان يتجمعوا. لسه فهم إن داني رايح الآيس بوكس. جوه لقى ليلي اللي قالت له إنها كانت مستنياه وطلبت منه يساعدها تلاقي بنتهم. بسها وفي نفس الوقت فاق حارس دايخ جنبهم. ستانلي نسق مع إليوت في الراديو عشان يعملوا حزام دفاعي، وادى أوامر صارمة لرجاله عشان يحوطوا الجرف لأنه كان عارف إن داني لازم هيرجع عشان بنته. ادى أمر حازم عشان ياخدوا بالهم منه ويمسكوا المتسلل حي. جنبهم هناك داني سأل ليلي وهو مرعوب عن مكان أليكس بالظبط. شاورت له على أوضة ورا في بيت ستانلي. وبعد ما داني سمع تقرير في الراديو بيأكد إن ستانلي مش موجود، ادى ليلي سلاح عشان تأمن نفسها على ما هو يروح. اتجه بكل ثقة للبيت عشان ينقذ بنته، والكلام في الراديو أكد إن منطقة البيوت دي فاضية دلوقتي. لكن تسلله فشل لما طلع له أنجوس فجأة بسلاح. أنجوس أجبر داني يدخل جوه تحت تهديد السلاح وأمره بعنف إنه ينزل على ركبه. داني بدأ يستجوب أنجوس عن مكان ليلي دلوقتي، لكن أنجوس كذب وقال إنها هربت مع راجل تاني. داني وقتها طلب يشوف بنته رغم إنه كان متهدد، وحس بالراحة لما سمع صوت أليكس بتلادي عليه. أنجوس سكتهم بعنف عشان يسيطر على الوضع، وبينما كانوا بيتنمروا على وين عشان اقترح يرحموهم شوية، أنجوس قال لهم إن السجين مفيش مكان يهرب فيه، وعشان كده وين في الآخر اقترح يحبسوا داني في الحبس وخلاص. زقوه لجوه وقفلوا عليه بالقفل الكبير وسابوا أنجوس بيضحك وهو بيسيبهم لمصيرهم. داني حضن أليكس أورا وطلب منها السماح بقلب حزين وهو بيبكي. هي بعدت عشان تحذره من سلاح الحارس الخطير، لكن داني قطعها عشان يقول لها قد إيه هو فخور بيها. بدأ يدور بجنون في الأوضة على أي نقط ضعف في الحيطة لحد ما أليكس ضحكت وورته مفتاح كان مستخبي. قدروا يهربوا ولقوا ليلي بره في الغابة. هناك داني شكرها عشان خطرت بحياتها عشانه. سألها بسرعة إذا كانت عارفة مكان مفاتيح المركب، لكن أليكس قطعت خطة هروبهم بقلق كبير. رفضت تمشي عشان البيبي بتاع ليلي لسه محبوس. أليكس شرحت إن الرضيع ماسكه وين، وأصرت إن الراجل ده ممكن بجد يساعدهم. ليلي كشفت إن وين حب حملها عشان يحميها، والمجموعة بدأت تجري عشان تتجنب الحراس اللي بيدوروا عليهم. ليلي لقت وين وترجته يهرب من الجزيرة فوراً. أقنعته إنه لازم يمشي عشان يضمن سلامة براندن. وين وافق بتوتر إنه يجيب مفاتيح المركب اللازمة لهروبهم. في اللحظات دي ستانلي كان بيستجوب آبي بعصبية عن الخرق الأمني في السجن، ورفض أعذارها وتوقع إن العنف هيخلص قريب. داني بياخد الستات والعيال لمكان المقابلة اللي كانوا متفقين عليه، لكنه بيتصدم لما ستانلي بيكلمهم في الراديو. جنين بتتكلم بالعافية وبتكشف إنها أصبحت رهينة عنده، وداني بيفضل مصدوم وستانلي فرحان بالضربة القاضية دي. من غير ما يعرف بده كله، وين ياخد المفاتيح من الشماعة في المكتب ويتجاهل أوامر الراديو اللي بتطلب منه يروح عند ستانلي. داني فهم إنهم ما يقدروش يسيبوا جنين وراهم مع المجنون ده، وراح قايل لليلي إنه لازم يرجع ينقذها. داني راح لأليكس كان محتاجها تساعده في خطة خطيرة، وهي أكدت له إنها قادرة على الخطر مهما كان. في نفس الوقت ستانلي بيستفز جنين وبيسخر بقسوة من وعود جوازها، وبعد كده قرر يجرها لبره عشان الكل يتفرج عليها، وبدأ يزعق بصوت عالي على داني عشان يظهر فوراً. في اللحظة دي أليكس وافقت بهدوء على الخطة وسابت ليلي وراها. ستانلي فضل يزعق في الليلة دي وبيدي لداني آخر تحذير، وشوية وين اتمسك بعد ما حاول يسرق مفاتيح المركب، وبكل تحدي قال لستانلي إنه زهق من كل ده.
ستانلي عبر عن خيبة أمله الكبيرة وقال إن وين خان مهمتهم المشتركة، لكن وين رد عليه بإن ستانلي هو اللي خان الإرث الحقيقي لأبوهم، وسألوا إذا كان أبوهم كان هيحب كل العنف ده، وسألوا إزاي ستانلي متوقع إن الوضع اللي على وشك الانفجار ده هينتهي. التوتر وصل لأقصاه لما آبي اتقدمت وطلبت من ستانلي يحط سلاحه، وترجته وقالت له إنه لسه الأوان ما فاتش. فجأة داني خرج من الضلمة عشان يواجه ستانلي مباشرة. ستانلي سخر من الظهور البطولي وأمره يقعد، وداني استسلم عشان محدش يتأذيه. لكن ستانلي لاحظ إن أليكس مش موجودة وسأل عن مكانها، ولام داني إنه سبب الخطر اللي جنين فيه. ستانلي رفض يطلق سراح جنين وقال إنها بقت من العيلة. دوين وجه سلاحه لداني وسأله عن آخر كلمة. داني حكى إزاي كان دايما بيحلم يكون عنده عيلة مثالية، واعترف إنه لقاؤه بجنين كان زي القدر اللي اتحقق. اعترف إنه اشتغل أكتر من اللازم عشان يحمي الحياة اللي كان بيحس إنه ما يستاهلهاش. ولما جنين كانت بتعيط، داني قال إنه أخيرا حاسس إنه مرتاح، وقال لستانلي إنه من المنطقي إن الواحد يخلي الناس اللي بيحبهم قريبين منه. لكن الراجل ده سخر منه واستعد عشان يقتله فوراً. داني عبر عن حبه، لكن فجأة رصاصة وقفت كل حاجة، ودلوقتي المجموعة بتبص لفوق وبتلاقي أليكس واقفة زي المنقذة بتاعتهم، وداني بيحضن عيلته في حين إن آبي بتعيط على حفيدها. وبعد فترة الناجون سافروا في مركب بعيد عن الجزيرة. أليكس ضحكت وقالت إنها لسه عايزة تروح في رحلتها، لكن أهلها أصروا إنهم يفضلوا قريبين من البيت.